اسهل وصفة بطاطس ممكن تعملوها. بصوا، هاتوا اي مكونات عندكم في البيت ليها علاقة بصينية البطاطس، يعني فلفل، طماطم، بصل، بطاطس دواير زي كده. زودت واحدة مشروم كانت عندي اهي وحطيتها. فكل الحاجة ني في ني. انا جربت على فكرة كذا طريقة تانية للبطاطس، يعني بنشوح الفراخ الاول ونشوح البطاطس في الزيت بتاعها والسمنة. نحط بقى توابل، شوية شطة، هحط شوية ملح، وهحط بتمشى بقى في صفحة التوحيد، لقيت فيه خلطة لصينية البطاطس، فقلت اجربها. يعني صينية البطاطس المرسومة على الكيس شكلها حلو، فهحط منها حبة ومش هحط حاجة تاني خالص. هحط بقى شوية زيت زيتون. زيت زيتون ده من عندي في الكلينيك. بصوا، حصرة اولى بيور جدا، تحفة. الازازة لتر ب140. بصوا بقى الفراخ النضيفة جدا الجميلة دي، واحدة اعرفها هي بتربيهم في البيت، وهي بتنضفهم وبتذبحهم هي وبتبيعهم. بتفتح على الفراخ كل شهرين او كل شهر ونص، وانا بحجز معاها في كل مرة. وغير اللحم نفسه نضيف جدا، بتاكله اكل محترم وحلو. يعني بصوا لحم الفراخ والدهون بتاعته حتى نضيفة جدا. انا كده كده بشيلها، بس لحمة الفراخ نفسها حلوة وطعمها حلو قوي، مسكرة جدا. الفرخة كانت عندها عاملة حوالي 180. وانا مش بسوي الورك كامل، ده نصه. بصوا ما شاء الله حجمه جميل. وبصوا الجلد. عملت بقى تتبيله للفراخ نفسها عشان السطح بتاع الفراخ. فحطيت معلقه صلصه وشويه زيت زيتون وكركم وكاري وشويه من بهارات البطاطس، وهدهن الخلطه دي على الفراخ من فوق. ما صدقت ان جار نامت، قلت ايه افك عن نفسي باي حاجه يعني. بصوا هي كده خلصت. هديها بقى غلوه على النار نص ساعه. لما تغلي هوطي عليها، وهي بتتساب نص ساعه يعني. بعد كده هدخلها الفرن، هتقعد في الفرن ساعه لحد ما تستوي خالص. نسيت اقول لكم ان انتوا بتحطوا شويه ميه مغليين فيها كده. بصوا، عشان هي اللي بتساوي الفراخ من تحت، والبخار بتاعها بيساوي البطاطس برضو. كده كده الميه دي كلها بتتبخر اصلا، ما بيبقاش فيها اي حاجه. بصوا هي كده بتغلي. هوطي عليها بقى النار، وهسيبها لحد مثلا 2:3 كده. يعني دلوقتي الساعه 2 ل5، هسيبها لحد 2:15 او 2:3. بعد كده ادخلها. بصوا هي كده بقالها نص ساعه على البوتاجاز بالظبط. هطفي بقى عليها وهدخلها الفرن بقى لحد ما تستوي خالص. بعد كده افتح عليها شوايه. خلصنا وده الشكل النهائي. قولوا لي ايه رايكم بقى، قولوا لي ايه رايكم. دي من غير شوايه على فكره، سبتها في الفرن لحد ما احمرت كده.